والذكر نور للنفوس للأرواح جنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زعم بعض الجهلاء وبعض أعداء الإسلام وأنصاف المتعلمين والمنافقين أن الإسلام حط من قدر المرأة، وقالوا أن الإسلام جعل عقل المرأة نصف عقل الرجل، ولا أدري من أين جاءوا بهذا الكلام. وقالوا أن الإسلام لم يعطي للمرأة جميع حقوقها. أنا لن أتكلم في كل المسائل الخاصة بالمرأة في موضوع الإسلام كدفاع أو ما إلى خلافه أبدا، إنما أنا سأتناول مسألة فقط، مسألة العقل. هل يا ترى عقل المرأة هو نصف عقل الرجل؟ لما جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في يوم العيد وجلس مع النساء يحدثهن وأمرهن بالصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يعني يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا ولما يا رسول الله؟ عشان إيه؟ قال تكفرن العشير وتكسرن اللعن. عشان النساء دايما تكفر العشير وتكسر اللعن. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو بيوضح لهم الكلام ده، فبيقول لهم ما رأيت من ناقصات عقل ودين. شوف الكلام، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل منكن. أنا ما شفتش حد ممكن يأثر على عقل الراجل معنى الجملة زيكم. خدوا الجملة دي وقال لك خلاص الإسلام بيقول إن المرأة عقلها نصف عقل الرجل، والكلام ده بيتنافى مع العلم وبيتنافى مع كذا وبيتنافى مع كذا. لا، احنا مش هنقول كده. احنا هنقول كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهنشوف النبي ليه قال الكلام ده. تعالوا مع بعض نحلل كلام النبي عليه الصلاة والسلام عشان نقدر نفهم ايه السبب اللي خلى النبي قال الكلام ده. تعالوا معانا نشوف الموضوع ايه. والذكر